بيبي خلاص انا نازله، عايز حاجه؟ نازله؟ رايحه فين يا راجل؟ رايحه عند الكوافير يا بيبي عشان اعمل شعري. انا قلت برضه رايحه للكوافير، ما دام عامله شعرك كده هو بتاع الاشارب بتاع الخدامين ده وبتمضغي البانه يبقى اكيد رايحه للكوافير. يا سلام، وش عرفك بقى؟ ايوه يا ماما، انا عايز اعرف بس منك انت ايه السر في ان الستات كلهم هم رايحين للكوافير بيمضغوا البان؟ يا بيبي دي حركه ليها علاقه بالنفسيه السيداتيه، حركه ستاتي بحته. حركه ستاتي؟ طب ما تقولي لي عليها يا رانيا، انا مش غريب. بص يا بيبي، هو ده عباره عن تسخين الجزء السفلي والعلوي من الفكين عشان لما تروح هناك تبدا تتحضر معنويا للرغي اللي هيحصل عند الكوافير. كده يبقى فعلا حركه ستاتي، ما دام الرغي ده مرتبط بالستاتي على طول. حلو قوي ان انت فهمت. اديني بقى الفلوس عشان اروح اعمل شعري عند الكوافير. ماشي يا حبيبتي، ما دام بتتزوقي وبتعملي شعرك عند الكوافير عشاني، اتفضلي يا ستي اتفضل. ايه ده؟ 10 جنيه؟ في ليه؟ 10 جنيه؟ ما انا بحلق ب 10 جنيه، يعني انت هتعملي ايه؟ خدي ادي جنيه كمان اهو عشان تدي لي الواد الصبي اللي هيغسل لك دماغك. حاجه انت بتستعبط، امسك يا عم، يلا يا عم اديني 200 جنيه خلينا نخلص. ايه 200 جنيه؟ هتحلقي عند الكوافير ب 200 جنيه ليه؟ Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais beaucoup de bruit comme ça? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a يا عادل. بارسكي ايه المحطه الفرنساويه اللي فتحتيها علينا دي؟ اوه مامي يا مامي، بقول له انا عايزه اروح الكوافير بيديني 10 جنيه وانا عايزه 200 جنيه. طبعا بيان سور. مون ديو كومون تو في كالك شوز كوم سا. لازم تديها ال 200 جنيه. انت فاكر 200 جنيه دول شويه علشان الشعرطات؟ مفيش ست في الدنيا ما تروحش كوافير يا عادل. جمابيل عادل. انا شخصيا بروح للكوافير كل 15 يوم عشان الفار ما يلعبش في راسي. الفار ايه اللي يلعب في راسك؟ اسمها الفار يلعب في عب يا ماما مش في راسك. وبعدين كوافير ايه اللي هتروحيه يا ماما؟ ليه يا حبيبي؟ هو انا مش ست زي كل الستات ومن حق اروح للكوافير؟ طبعا يا ماما انت ست الستات، بس انا عندي ان هو ست ستات لو كل واحده كل اسبوعين عايزه لها 1200 جنيه يعني في الشهر 2400. ايه ده 2400 جنيه في الشهر؟ ده انتوا عايزين حرامي عشان يصرف عليكم. يا بابا اصلا لازم تفهم ان الشعر ده اهم حاجه في المرأة. وانت مالك انت ومال المرأة؟ مال ايه دي اللي بتتكلمي عنها؟ انا مش فاهم كوافير ايه يا اخوانا اللي انتوا ما فيش كوافيرات بس. يعني ايه اللي بتقوله ده؟ يعني هنعمل ايه يا بيه؟ اللي عايز يحلق يحلق هنا خلاص. ايه التخاريف اللي انت بتقولها دي يا عادل؟ مش تخاريف. انت بالنسبه لك يا سناء انت عايزه اي حلاق تيجي معايا عند الحلاق بتاعه من ابو 10 جنيه ونديله جنيه العيال يسقطوا اللي عندي كلهم ويعمل لك بودره برضه في قفاكي وبالموس وكل حاجه يظبطك يعني ما تقلقيش. لكن غير كده مفيش اي كوافير لاي واحده من الستات هنا، انا بقول لكم اهو. طب وانت اللي هتعمل لنا شعورنا يعني ولا ايه؟ انا اللي اعمل لكم شعوركم. اعمل لكوش شعوركم ليه؟ ما انا عملت كل حاجه في السيتكم ده. جت على شعوركم؟ لا ما فيش. تخيلي يا روحية، ميم الكوافير بتاعنا جاله عقد عمل بره وسافر. لا ما تقوليش كده يا بيسو، ده أسوأ خبر سمعته في حياتي. لا انت عارفه ان انا اتعودت عليه وما اقدرش اخلي حد غيره يحط ايده في شعري. ومين سمعك؟ انا من ساعتها مش بعرف انام الليل ومش عارفه مين يعمل لي الباديكير والمانيكير. لا ما هو لازم يكون في حل. يعني هو اللي خلق ميم وما خلقش غيره؟ مساء الخير. مساء الخير. ايه ده؟ مين حضرتك؟ حضرتك انا غيره، قصدي يعني انا عادل سعيد. بص بقى حضرتك، بص احنا مش في وقت يسمح خالص للمعاكسه. احنا لسه دلوقتي حالا فاقدين الكوافير بتاعنا ومش طايقين نفسنا. مع حضراتكم عادل سعيد، اشهر مصفف شعر عالمي. نو، مصفف شعر عالمي. بس انا ما سمعتش عن حضرتك قبل كده. حضرتك انا شغلي كله كان في اوروبا، يعني كل زبايني هناك في اوروبا، عشان كده يعني ما كنتش موجود. لكن اما فكرت قلت لا، بنات بلدي اولى، في اوروبا شعرهم ناعم خلقه، اجي انا عاملكوا شعركم بقى. برافو عليك، احسن حاجه عملتها يا استاذ. عادل سعيد، واسم الشهرة ديدو. هاي ديدو. هاي بيسو، ممكن اعرف مكان الكوافير بتاع حضرتك؟ حضرتك انا لغايه دلوقتي ما لقيتش مكان مناسب يستوعب زبايني كتير جدا يعني. واو، انت لحقت تعمل زباين في مصر؟ لا ما عملتش لسه زباين في مصر، لكن الزباين كلهم جايين ورايا من اوروبا، سابوا اوروبا وسابوا اشغالهم وجابوا عيالهم هنا قدموا لهم في مدارس حكومي وبتاع على اساس ما يقدروش يستغنوا عني. اوه وندرفول.
ايه ده، انت طلعت كده اهم من ميمو. ميمو؟ ميمو ده صبي من صبياني لغايه دلوقتي بيكلمني، يعني على طول وانا في اوروبا يكلمني يقول لي يا مستر ديدو الشعر الاصفر ازاي اقول له ادلو اكسجين، يقول لي الاخضر ازاي اقول له لونين على بعض ازرق واحمر وكده، يعني على طول. الله، واضح ان انت متمكن جدا جدا من شغلتك. طب قولي لو حبينا نجيلك نيجي فين؟ حضرتك ده الكارت بتاعي وفي العنوان، تقدروا تقولي حضرتك على البيت. اتفضلي. بس ده مكتوب صاحب مطعم. لا انا عامله بس صاحب مطعم تمويه عشان بتهرب من الضرايب يعني. طب قولي بقى حضرتك بيتك مجهز للموضوع ده؟ مجهز. حضرتك ده اول هوم بيوتي سنتر في الشرق الاوسط كله. اتس اوكي، خلاص احنا هنجيلك وهنجيب معانا كل زباين ميمو. حضرتك تيجي انت وزباين ميمو، وميمو نفسه لو حابب يجي اهلا وسهلا يعني. لا 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 لا، الواضح ان انت متمكن من نفسك جدا. عادل بيه انا جبت لك الزيوت اللي انت طلبتها مني اهي عشان الكوافير اللي انت هتفتحه عندك في البيت. يخرب بيتك. ايه ده؟ زيت اكل؟ حضرتك دي كلها حاجات طبيعية أنا بستعملها لشعر الستات عشان ما يبقاش فيه أي مواد كيميائية توقع شعرهم يعني. ايه ده؟ انت هتحط الزيوت دي على شعر الستات؟ هو انت ناوي تقلي شعرهم ولا ايه يا راجل؟ أنت مالك أقل شعره؟ أنت جاي تهزر؟ يلا اتكل على الله، روح اتكل على الله. الولد اصل انا ما بحبش افهم حد سر الصنعه يعني. حضرتك ده زيت زيتون. زيت الزيتون طبعا معروف عنه ان هو بيكره الكوليسترول. اول ما زيت الزيتون يدخل على الشعر اي شعرايه فيها كوليسترول يقوم منقيها من الكوليسترول. الزيت التاني ده زيت حار، ده بتاع المناطق الحاره، يعني لو فكرتوا تروحوا مثلا اسوان او الاقصر، بلدنا بلد سواح، هتلاقوا شعركم بيلمع. واضح ان حضرتك فاهم في شغلك كويس وهتطلع منا حاجات كتيره مختلفه. انا هطلع منكم بلاوي يا هانم، لدرجه ان جوازاتكم ممكن ما يعرفكوش ويطلقوكم. نعم. ايه ده يطلعونا؟ ايوه لسبب بسيط انهم ممكن يستكتروكوا على نفسهم يعني. واو. اتفضلي يا ام ميرفت، اتفضلي. معقوله يا ام ميرفت؟ معقوله تروحي للكوافير وانا موجود في العماره؟ اتفضلي. يا ساتر يا ساتر يا رب، مين عمل فيكم كده؟ يا لهوي يا سعادل، ايه اللي خلاك تعمل فيهم كده؟ ده انا ظبطتهم يا ام ميرفت تظبيط السنين بقى. امال بيعيطوا ليه؟ بيعيطوا بس عشان المكوه اللي هي الفير كانت سخنه شويه، عشان كده تلاقيهم بيدمعوا شويه يعني. ليه يا اخويا، يا كانت مكوة ايه؟ لا لو سمحت يا ام ميرفت، انا ما اسمحلكيش ابدا ان انت تعيبي في المعدات اللي انا جايبها. انا جايب معدات مستورده مخصوص خصيصا ليا من ايطاليا على فرنسا على اليابان على مصر على طول. وبعدين المكوه دي اساسا كانت مكوه رجل وعدلوها هناك. يا سلام يا اخويا. طب امال يا اخويا مراتك ما بتتكلمش ليه؟ ساكته كده ومتنحه يعني لا هي ما تقدرش تنطق خالص. يا سلام. القصه اللي انا عاملها لها اسمها قصه الدش. لو هي اتكلمت الالوان بقى تتلخبط والارسال يبوظ والمذيع يقع وكده يعني. الحمد لله يا اخي، الحمد لله يا اخي، الحمد لله. يلا يا ام ميرفت. فين يا اخويا؟ يلا فين؟ تعالي معايا يلا اقلعي. يا نهار اسود، اقلعي؟ انت جلدت يا استاذ عادل؟ لا اختشي مش قدامي. بصي دماغك يا ستي، اقلعي اللي على دماغك عشان اعمل لك شعرك. يلا اتفضلي يا ام ميرفت، يا اتفضلي. ست السودا، انت عايز تعمل لي شعري زيهم؟ لا يعني لا. مش زيهم. اكل عيشي يا ولدي. بس يا بنت اقعدوا. هعمل لك قصه جديده، ده انا جاي لي كتالوجات. ايه قصات بلدي بقى غير القصات اللي انا عاملها لهم. عندي القصه بتاعت المنديل ابو قويه، وعندي القصه بتاعت المنديل ام قويه، وعندي القصه بتاعت قويه نفسه بقى. بجد يا استاذ عادل والنبي، انا هتلاقيني حلوه كده وجميله احسن النبي. المعلم جوزي اليومين دول عينه كده زايغه بره يا اخويا. المعلم جوزك عينه زايغه؟ يا أخويا. يا نهار اسود على القصه اللي انا عاملها. انا اعمل لك قصه اخليه يتحول، لا يقدر يبص بره ولا يبص جوه. استريحي يا مدام، خدي راحتك على الاخر. امال فين مسيو ديدو؟ مسيو ديدو بيخلص على حاله جوه وجاي على طول.
مساء الخير يا هوانم. اهلا مساء النور. هاي، انا كان نفسي من زمان اقص مع حضرتك بعد ما حكيت لي عن تاريخك وغزواتك في اوروبا. حضرتك انا هعمل لكم قصات ما حصلتش قبل كده، لان انا طبعا زي ما قلت لكم ان انا راجل مميز جدا، وهقص لكم انتوا الاثنين قصات جامده جدا. طب بقول لك ايه، احنا عايزين قصات جديده، انما ايه طح. حضرتك انا ما بعملش قصات قديمه، انا كل قصاتي جديده بياخدوها مني ويقعدوا يقلدوها بعد كده يعني. يا سلام يا مسيو ديدو. طب قولي انا اسم القصه ايه اللي انت هتعملها لي؟ القصه اللي اعملها لك قصه البجعه. بجعه؟ ايوه حضرتك، القصه دي مستوحاه من كساره البندق، يعني القصه اعملها لك تحسي وانتي واقفه انك واقفه على رجل واحده، وانتي ماشيه بتبقي ماشيه البجعه كده اهو. الله الله، دي هتكون شكلها قصه جامده طح. طب قول لي بقى، انا هتقص لي قصه ايه؟ حضرتك بالنسبه لك هقص لك قصه الكلب. ايوه حضرتك، لان قصه الكلب ليها اكتر من ميزه. اول ميزه فيها ان حضرتك وانت ماشيه في الشارع مفيش كلب من الكلاب الضاله اللي ماليه الشوارع يقدر يقرب لك. الميزه الثانيه ان القصه دي قصتها للملكه هيرودوت الله يرحمها يعني. ايه ده، هي ماتت؟ يا حرام. ماتت موتة بشعة، اتلموا عليها مجموعة من الكلاب الضالة، لقوها القصة بتاعتي عضوها، ماتت مع عض. يس، انا كان نفسي من زمان اقص مع واحد بيقص للاميرات. يلا جهد، يلا نبتدي يا مسيو جيدو، يلا. يلا نبتدي. تفتكروا بقى هنبتدي ازاي؟ هنبتدي بغسيل الشعر. انت بتمتحني ولا ايه يا مسيو جيدو؟ فعلا انا كنت بمتحنك، لان يهمني جدا الزبونه اللي تبقى قاعده تحت ايدي تبقى فاهمه انا بعمل ايه بالظبط. الغسيل يلا الغسيل. طب تعالوا الغسيل. ها بص، دي الميه. عايزك بقى تبتدي غسيل. يلا. اغسل ازاي يعني؟ هتغسل بالظبط زي ما بتغسل الخضار في المحل. خضار ايه؟ حضرتك الشعر ده بيبقى له بصيلات، البصيلات دي زيها زي الزرع، بتهتم ان احنا نقدم كل حاجه للزرعه بالظبط، فيغسلوا زي الخضار. يلا وحط شويه مسحوق. ايه ده يا مسيو جيدو، ايه ده؟ ده مسحوق حضرتك بتاع غسيل مخصوص الشعر يعني. يلا قلب جامد يلا. بس انا اول مره اشوف شامبو باودر. حضرتك انا حاجتي كلها بجيبها من بره، انتوا هنا في حاجات كتير لسه ما تعرفوهاش، بره عارفين الكلام ده من زمان. الباودر يلا قلب بايدك جامد مش يلا. انا قلت لك من الاول ان انت بروفيشنال في شغلك؟ امال ايه قلب ياض جامد كده يا قلب كده. ايوه كده، وثروه الدنيا كده، وبعدين شويه بقى زهره كده اهو. ايوه، وبعدين شويه كلور. الكلور ده بيبقى نقطتين وبس. ايه ده يا ريس ده كله؟ هو احنا هناخد شعرهم فمين؟ ايوه فمين شعر مش فمين هدوم، عشان تبقى فاهم. واول حاجه هتعملها انك انت تنشف ايدك كده اهو. ايه رايكم؟ هاني عادل، حراميه وقفشناها. لا حراميه ايه؟ دي بيبو صاحبتنا. مين بيبو دي؟ ايوه يا ستي، بيبو دي زبونه وانا عامل لها يا ستي ماسك. انتوا كده بتبوظوا لي شغلي. ده ماسك ايه يا عادل اللي انت عامله لها في وشها ده؟ ده ماسك من الخميره بيره، وعايز اعمله شويه اضافات، فانا حطيت شويه حاجات مع الخميره بيره، في النهايه تحول لجزء من العجين. عق حاطط لها بطاطس على وشها ليه؟ ناوي تحمرها بعد ما تخمر؟ في حد بيحمر الزباين؟ لا طبعا، انا حاطط البطاطس لان البطاطس ده من المزايا بتاعته ان هو بيمتص الدهون اللي موجوده في الخميره بيره عشان ما تقبش وتبقى تفقع يعني. طيب تعالي يا حبيبتي، تعالي يلا. تعالي فين؟ انت ايه اللي اساسا خرجك من جوه؟ انا مش حاطط لك السيديهات دي تخليكي زي ما انت في الهارد ديسك. يلا اتكلي على الله. اوعى كده، تقلت راسي، كانت هيفا هتقع مني. هيفا؟ ايه اللي جاب هيفا قدام؟ مش انا كنت حاطط هيفا ورا؟ لا انا حطيت اليسا العكس وهيفا بدلتها. لا يا ماما، هيفا تاخد دماغك وتقع على طول. وبعدين انا ايه اللي طلعك اساسا من الهارد ديسك؟ يلا خش على الهارد ديسك يلا. طيب يلا. وانت ايه اللي مطلعك؟ اتفضلي. لا انا عايزه اروح. تروحي ايه؟ واحنا جايين بنهزر؟ هي دي صاحبتكم اللي انتوا جايبينها؟ لا يا هانم، حضرتك بس عشان الوش ما يفقعش. يلا اتفضلي اتكلي على الله. يلا يا شاب، اخماري جوه براحتك. تعالي يا حبيبتي. يلا اتفضلي وامسكي البطاطس بصباعك كده اهو. شوفي لو عندك كزبره ولا بقدونس ولا حاجه يا سناء. وملح وفلفل. تعالي. لا يا عادل، دول ولاد ناس برضه. ماما انت بالذات ما ينفعش تتكلمي كده بالسبايك اللي انت عاملاه ده، بس شكلك قمر يا ماما. يلا خشي معاهم جوه يا ماما. شرفتي. اهلا وسهلا نورتوا يا هوانم. انا يا جماعه بجد انا هعمل لكم حاجه عمركم ما كنتوا تحلموا بيها، هتمشوا تقعدوا تتكلموا عليها سنين. تفتكر يا ديدو هتقدر تعمل مننا حاجه؟
حضرتك انا هعمل منكم حاجات وهطلع منكم حاجات، انتوا نفسكم هتتفاجئوا. اقول لك انتوا الاثنين مش هتعرفوا بعد ما اخلصكم. طب يلا يا مسيو ديدو، يلا يا مسيو ديدو، اصل انا متشوقه ومستعجله، عايزه اشوف نفسي في سوق الجديد. يلا يلا اجهزي يا شفا. عاجبكم وقف الحال اللي احنا فيه ده؟ اهو مفيش ولا زبونه جت وعتبت البيت النهارده. هو انت فاكر ان في زباين هيجوا يعبروك تاني؟ زباينك يا حبيبي خلاص انتقلوا الرفيق الاعلى، اقرا الفتحه. بجد يا بيبي انا مش عارفه هما بيعملوا كده ليه. من الواضح ان هما مش قادرين يفهموا دماغك. حبيبتي مش مهم يفهموا دماغي، المهم يفهموا دماغكم انتوا اللي انا عاملها لكم دي. اهو في زبونه جت اهي، يعني بالعند فيكم. يا لهوي عليا وعلى اللي جرالي. يرضيك كده يا سعد اللي عملته فيا؟ ايه يا ام ميرفت في ايه؟ في ايه يا ام ميرفت؟ فيها ايه؟ ما تقوليش يا ام ميرفت. قول يا ابونا الغوله، قول يا ام 44. حرام عليك اللي عملته فيا يا اخويا. الراجل يا اختي اول ما بص في وشي قالوا هذا ايه عارف شلل اترعش وفر واحمر واخضر وجري على الاوضه خايف مني. خايف منك عشان بعمل لك هيبه يعني يا ام ميرفت قدام جوزك، لازم يبقى لك هيبه. انا يا اخويا لا عايزه هيبه ولا عايزه اي حاجه، انا عايزاه يحبني ابوس ايدك. يعني اكيد هو كان بس قلقان منك شويه عشان اللي هي الازازه اللي انا حاططها لك دي، اكيد خاف ان يكون فيها سم ولا حاجه، بس ما تقلقيش يعني. طب والنبي يا اخويا عشت الفراخ اللي تعملها لي الله يخليك شيلها يا اخويا، انا عايزه راجل يحبني. انا هخليه يحبك ويموت في دباديبك. تعالي اقعدي يا ام ميرفت. يا رب يخليك. اتفضلي يا رب يخليك. اتفضلي ما تقلقيش، انا لسه سانن الشاط وكله تمام الحمد لله. ما تقلقيش. سمي يا اخويا سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي يا حبيبي. بس دي بسيطه خالص. اهو. بصي الابيض بيطير لوحده ازاي؟ ده جميل. امال ايه؟ ده جميل. اهو. يا رب يكرمك. ايه رايك؟ يا رب يكرمك. ايوه كده. قمر. بصي لنفسك. قمر. جميله والنبي. يا رب يخليك. عقبالكم يا حبايب. مبروك يا ابو ميرفت. اسيبكم بقى. مع السلامه. هيحبني يا اخويا. ده هيموت فيك والنبي. طيب يا اخويا. مع السلامه يا ابو ميرفت. مع السلامه. شكرا قوي. مع السلامه يا ابو ميرفت. مع السلامه. يا حبيبي. يا رب يخليك. مع الف سلامه. خش يا بيسو، خش يا ريرو. ايه ده؟ في ايه؟ هو ده يا تامر اللي عمل فينا كده؟ هو ده يا هيثم اللي بوظ لنا شعرنا. ايه ده؟ ايه اللي بيعمل في شعركم كده؟ يا نهار ابيض، اكيد جبتوا جنب النار. قلت لكم ما تجوش جنب النار عشان انا حاطط لكم بنزين كتير. نار ايه منك لله؟ ده احنا طول ما احنا ماشيين في الطريق وشعرنا عمال يقع واحده لحد ما روحنا البيت لقيناه بيعبس فيك. ايه ده كله وقع. عاجبك كده؟ انت ازاي تعمل كده في ريرو حبيبتي؟ ريرو حبيبتي؟ طب سبت ايه تامر لما تقول ريرو حبيبتي دي؟ انت النهارده مهدور دمك. مهدور دم ليه يا عم؟ وانا من الكفار ولا ايه؟ طب اللي يحصل فيك النهارده ما حصلش للكفار. طب حضرتك يا ريت يعني بعد اذنكم بلاش اهلي وقدام بنتي وكده، يا ريت تعالوا على جنب. يلا عشان عندنا معاك في الجيم. يلا اهلا وسهلا. ايه سمعتي ايه؟ لحظه واحده. ابطا ايه سمعتي ايه؟ مش سامعه اي حاجه. انا خايفه يكونوا خلصوا عليه جوه. طب ما حدش بيضربه، ما حدش بيصع على قفاه. يا رب يا رب يا رب. بصراحه بقى انتوا لازم تبتدوا في اجراءات الدفن عشان الموضوع ده بياخد وقت كبير يعني. شتب يو شتب. اعملي تفات من بقك. اولا انت عامله زي الصلوات، ها؟ ده اول حاجه. وان شاء الله هيطلع وهو كويس قوي وما فيهوش اي ضربات. اللي قال اجراءات الدفن لاخويا اللي قال بعيني ده هيقطعهم. اتفضلوا يا رجاله اتفضلوا. اطلع يا ياسمين اطلعي. اتفضلوا يا رجاله. احنا مش عارفين نشكر حضرتك قد ايه. انت ما تعرفش الموضوع ده فرق معانا ازاي. انا عارف انه فرق معاكم. عموما اديكوا عرفتوا المطرح، نوروني في اي وقت. اتفضلوا. يلا بينا وبتاكدوا قبل ما نهجم على بيوت الناس المحترمين. بص عليك يا تامر، بعت نفسك علشان خاطر باروكه. راسي يلا بينا. راسي. ايه يا بيبي عملت فيهم ايه؟
مفيش، لقيت عندي باروكتين مالهمش اي لازمه، اديتهم لهم فرحوا بيهم جدا. احمد ربنا ان الوحشين دول ما فطسكش، ده انا كنت واقف عمال على الفتحه على روحك عشان تبطل تفتي في اللي مالكش فيه يا عادل. يا جماعه خلاص، انا نويت ان انا مش هشتغل كوافير حريمي تاني. انا خلاص هشتغل كوافير رجالي. يا عادل يا حبيبي، ايه ده؟ انت لسه برضه مش عارف تنام؟ مش عارف انام يا رانيا، مش عارف انام، بقالي 3 ايام مش عارف انام، مش عارف اغمض عيني، مش عارف. طب ليه في بس ايه يا حبيبي؟ ايه اللي حصل؟ مش عارف، 3 ايام مطبق عندي ارق 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 أرق أرق أرق. أنا أعرف إن الأرق بيجي يا بيبي لما الواحد بيفكر كتير، وأنت يا دوبك بالكتير قوي بتفكر 2 3 في السنة. وده اللي انا مستغرب له. انا مفيش حاجه معينه بفكر فيها، بفكر بحاجات مختلفه كلها عن بعضيها. طب أنا جات لي فكرة، إيه رأيك بقى تدور لك على حاجة حلوة قوي، فكرة كده جميلة تفضل تفكر فيها كده قبل ما تنام، وهتلاقي نفسك على طول إيه ريلاكس وتنام. تصدقي دي فكره حلوه. انا افكر مثلا في ان انا بقيت شاعر جامد، وعاملين لي في معرض الكتاب ندوه، وبتكلم على ديوان الشعر بتاعي الاخير، والناس بتكرمني وبيقولوا لي مبروك. لا والنبي يا عادل، والنبي يا عادل بلاش الفكرة دي بالذات يا حبيبي، لأن أنت عارف ومتأكد إنها أصلا عمرها ما هتولد عليك ولا هتحصل. مفيش داعي تجيب لنفسك إحباط وتتضايق فموضوع الأرق يزيد. والله ما حد جايب لي احباط غيرك انت والخمس ستات اللي بره، انتوا السبب في الارق اللي عندي ده. انت شكلك عايز تعديني وتخليني انا كمان يبقى عندي ارق وما نمشي. ان شاء الله هتنام يا دودو، تصبح على خير. لازم ولا يا ناس يا حلوه يا بطه. مش عارف بتنامي كميه النوم دي ازاي بيجيلك النوم ده كله ازاي؟ عادل انت بتقري عليا ولا ايه؟ بقول لك ايه، خلي الارق بتاعك ده في سرك، وخلي النايم برضه في سره، اوكي؟ تصبح على خير. نامي يا رانيا، نامي بتجيبي النوم ده ازاي؟ دي نامت فعلا. خلينا انا بقى للارق. الحمد لله، كنت هموت. الحمد لله يا حبيبي بعد الشر عليك، في ايه؟ مش عارف اخد نفسي. ايه اللي صحاك تاني يا ابني؟ هو انا عرفت انام اصلا يا ماما؟ لا، انا مراقباك من ساعه ما دخلت الاوضه عشان تنام، عشان اشوف تاثير سد الحنك عليك. شفتي يا عادل اللي احنا متراقبين؟ لا يا اختي، ده انا بطمن على ابني حبيبي اللي عملت له سد الحنك بايديا. هو ده اسمه سد الحنك؟ ده اسمه سد النفس. انا نفسي يا ماما قطع، مش عارفه اتنفس يا ماما. معلش يا حبيبي، غصب عني، مع اني عملت وصفه نينا الحاجه بالظبط، بس يظهر انها تقيله شويه. يا ماما، ما الوصفه بتاعت نينتك الحاجه دي هي اللي موتت جدك الحاج برضه يعني. تصدق صح بيبي. لا انت لازم تشوف حل في الموضوع ده، لان الموضوع ده تضخم جدا جدا. وبعدين انا قريت في كتاب علمي حديث بيقول انه قله النوم تؤدي الى انحدار الجهاز العصبي السمبوسي ده انا خلاص كده بقيت في الجلاش بقى. ايه يا ابني وساكت على نفسك ليه؟ ما تروح للدكتور، احنا مش ناقصين جنان. والدكتور هيعمل لي ايه يا ماما؟ هيديني في الاخر حبوب منومه. انا واخد حبوب منومه تنيم مصر اسبوع بحالها. سلام على الشعر، يا مصر نامي اسبوع بحاله بلياليه. يا اخي كفاياك شعر بقى، اهو ده اللي جاب لك الكافيه. عادل فعلا فكره، انت تلاقي شيطان الشعر مسك فهو ده اللي مخلي عندك ارق. الشيطان الشعر؟ في الحاله دي انا مش عايز دكتور، ده انا كده هبقى محتاج زار بقى. نعمل لك زار. ايه ده يا حماتي؟ ده ايه ده يا انتي؟ ده ايه التخاريف دي؟ انا جوزي ما يعملش زار، انا جوزي يروح لدكتور. انا بخرف. طب ايه رايك بقى ان عادل هيعمل زار وده اللي هيخليه ينام؟ لا عادل مش هيعمل زار لانه هيروح لدكتور. لا يا حبيبتي هيعمل زار. لا يبقى شوفي هيحصل له ايه بقى. سوري انا جوزي ما بيعملش زار. أيوة لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي هنعمل زار. اتخانقوا، يمكن انا مش عارف انام مثلا عشان انتوا كنتوا هاديني. هنعمل زار. هنروح للدكتور. ايه رايك بقى هنعمل زار؟ انا هروح للدكتور. ده ابني وانا حره فيه يا حبيبتي. انا سعداوي يا باشا. صباح الفل يا باشا. هات لي كوبايه قهوه مظبوطه وقرصين منوم. يعني ايه مش فاهم يا باشا؟ هو حضرتك عايز تصحى ولا عايز تنام؟ والله ما عارف يا ابني، والله ما فاكر. انا سايبهم في البيت عمالين بيتخانقوا مع بعضيهم، وانا ما كنتش عارف انام من صوت الخناقه، لان انا اساسا ما كنتش عارف انام، فما عرفش انام فما نمتش. يا حول الله يا رب. ده حضرتك شكلك تعبان قوي يا استاذ عادل. مالك يا استاذ عادل؟ احكي لي. مش عارف انام. انا عايز انام انا سعداوي. عايز انام. صلي على النبي يا باشا. ما تنام يا باشا. طب وانا مالي؟ مش انت اللي بتسالني مالك؟ صحيح يا باشا.
طب قول لي يا استاذ عادل، انت على الحال ده بقالك كتير؟ بقالي 5 ايام يالا، 5 ايام، 5 ايام ما نمتش. عايز انام، عايز انام. اقول لك يا باشا، ما تروح لدكتور اعصاب يا باشا، روح لدكتور اعصاب يريحك. انا حجزت فعلا عند دكتور اعصاب، هروح له النهارده بالليل، لان كده اهو ممكن يحصل لي اي حاجه، لان مش عارف انام، مش عارف انام، مش عارف انام. خلاص يا باشا، بص يا باشا، انا اقول لك يا باشا، انا هظبطك في الموضوع ده. ظبطني ازاي يالا؟ انت لا تروح لدكتور اعصاب ولا حاجه، هيقول الناس تقول عليك يا باشا اتجننت. ما انا لو ما نمتش فعلا هتجنن يالا. انا عايز انام يالا سعداوي، عايز انام. الليله زرقاء باينه يا استاذ عادل ولا ايه؟ بص يا باشا، انا هاخدك معايا النهارده القهوه اللي بسهر فيها. ايه ده؟ يعني انت شغال في قهوه ولما بتحب تسهر بتروح تسهر في قهوه برضو؟ لا يا باشا، ما هي دي قهوه مش زي اي قهوه يا عادل بيه، القهوه دي بروحها لما يبقى في موضوع شاغلني وعايز افكر فيه بدهن صافي. دهن صافي؟ وتقول لي بفكر؟ بتفكر ايه يا ابني وانت فاكر نفسك بتفكر زي البني ادمين يعني؟ الله يسامحك يا استاذ عادل. معلش يا سعداوي، معلش، انا مش عارف اغلط فيك ليه، يعني انت ما عملتليش اي حاجه ومن الصبح متنرفز، يمكن عشان ما نمتش. انا اصلي عايز انام، عايز انام يا عايز انام. خلاص يا باشا، خلاص هتنام والله العظيم، هيريحوك هناك جدا. طب يلا بينا نروح دلوقتي على القهوه اللي انت بتقول عليها دي. لا 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 يا باشا، اتقل يا استاذ عادل، القهوه دي ما بتفتحش غير بالليل بس، ميد نايت. ميد نايت؟ ايوه، يعني انا لو رحتها متاكد ان انا هنام جدا يا باشا. اصل انا عايز انام. نام يا باشا، عايز انام، نام يا باشا، نام يا باشا، صلي على النبي. عايز انام. خش يا باشا. ايه ده يا سعداوي؟ انا اول مره اشوف قهوه كده اهو موجوده يعني فوق السطوح. انا اعرف ان القهاوي دايما بتبقى تحت، اللي طلعها فوق. ما انا قلت لك يا باشا، قلت لك هجيبك عند البروفيسيس شكري كيميكال، ده يا باشا اللي هيطور القهوه اللي في البلد كلها، هيخليها كلها فوق يا باشا، ربنا يعلي مراتبه كمان وكمان. ايوه، انا عايزك تتك على حكايه مراتبه دي، لان المراتب بتنيم وانا عايز انام، انا عايز انام يا سعداوي، عايز انام. حاضر يا باشا، ثانيه واحده يا باشا. ازيك يا بروف؟ عامل ايه يا مان؟ اهلا، ازيك يا سعداوي؟ ازيك يا كابو؟ ايه ده؟ ايه البلوه اللي انت جايبها معاك دي؟ لا 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 لا، بس ما تقولش بلوه، الدار امانه كابو، ده الاستاذ عادل، راجل اعرفه من زمان وراجل مجدع مجدع مجدع. يالا يا سعداوي يا باشا، وفي ايه؟ انت جايبني فين يالا؟ خد تعال ما تخافش، تعال ما تخافش، انت جاي عند الدكتور شكري اللي هيريحك، انت بس تقول لي بتشتكي من ايه وانا اديك العلاج على طول. بص يا كابو، الاستاذ عادل بقاله فتره مش عارف ينام، وعايزين اي حاجه تنيمه، عايزين نريحه. ثانيه واحده كده، ده بيحب جديد وحبيبته طنشته وصدرته الوش البلاستيكي. وش بلاستيكي ايه وحبيبتي ايه حضرتك الراجل متجوز مفيش بلاستيكي خالص. معلش يا بروف، انت معرفتش تقرا الحاله المره دي. استاذ عادل راجل بوزبوس مان، بوزبوس مان، عنده مطعم، وانت عارف الناس دي دماغها بتبقى مشغوله وما عندهاش وقت تركن عشان تريح، عايزين نريحها يا كابو، عايزين نريحها. والنبي انا عايز انام، انا عايز انام يا كابو، انا عايز انام، انا عايز انام. طب خلاص هنيمك، في ايه مالك؟ اضرب دي وهتدعي لي. ودي تتضرب ازاي؟ اضربها ازاي واضربها ليه؟ اضربها ازاي؟ يا جدع اضربها يعني حطها في بقك. طب ما تقول لي حطها في بقك، يعني ابلعها مش تقول لي اضربها. ده اصطاف كده. اصطاف يعني ايه اصطاف؟ اصطاف يعني توليفه انا مولفها على ايدي. مولف ايه؟ هو انت بتربي كلاب؟ مولف ايه؟ لا يخرب بيتك يا سعده، وانا مش قلت لك ما تجيبليش الزباين الكوارك دي تاني؟ يلا خلاص يا كابو، معلش يا كابو، خش انت وسعادة، خش هتنام. ماشي، انت مش هتيجي معايا ولا ايه يا سعداوي؟ لا معلش يا باشا، انا ما بشتكيش من حاجه النهارده، وبعدين القعده هنا خطره، خش وهتدعي لي. ادعي لي انت، لان انا ما نمتش، انا عايز انام، انا عايز انام. خش نام. طيب حاضر، واخد دي وانام. حاضر، هاخد دي وانام، هاخد دي وانام. انا عايز انام. حاضر. السلام عليكم. وحضرتك بتشتكي من ايه؟ الشكوى لغير الله مذلة، وانا بشتكي من كل حاجة. يا نهار ابيض، ده الراجل ده شكله ومدة صلاحيته انتهت. ماشي، عايز انام. انت يا جدع انت قوم شطبنا خلاص، قوم امشي. امشي اروح فين؟ انا لسه ما نمش، انا عايز انام. تنام ايه؟ ما ينفعش تنام هنا. يا سلام، اشمعنى كل الناس اللي نايمين دي جت عليا انا عايز انام. لا مالكش دعوه بالناس اللي نايمين، دول اعضاء منتظمين، اما تقدم ابقى اعمل لك كارنيه عضويه عامله واضمك ليهم. هتضمني للمنتخب يعني يا خي؟ انا عايز انام، اشمعنى دول كلهم نايمين وانا مش نايم؟ انا عايز انام. يا جدع اعمل لك اذا كنت انت هس كيس. قوم يا حبيبي،
خلي ماما تغني لك اغنيه ماما زمانها تايهه لحد ما تنام. يا سلام، صحيتوا كلكم، عجبتكم النكته قوي. اولا اسمها ماما نايمه، مش تايهه، نايمه. حتى ماما نايمه في الاغنيه وانا مش نايم، انا عايز انام. يا رب يا رب تجيلكوا شوطه تاخدكم كلكم. يا نهار ابيض، انا دعوتي مستجابه بالسرعه دي. اقبض عليهم يا حضرة الظابط، دول مستقبلين فيها كلهم يعني. كله يسلم نفسه. شكري، انت تاني يا شكري. اسمي الدكتور شكري، وبعدين دي خدمه انسانيه يا حظابط. ما تصدقوش يا حظابط، ما فيش عنده انسانيه خالص. صدق حضرتك ما كانش عايزنا ننام. انا عايز انام، انا عايز انام. كمان يا شكري مش عايز الراجل ينام؟ ده انت سنتك سودا، بس كله من امثالكم. انتم اللي خليتوا الاشكال دي تكبر وتكون ثروات من على قفاكم يا اغبياء. خدوهم. ياخدوا مين حضرتك؟ الحق ده بيقبض عليا حضرتك، ما يقصدنيش انا، يقصد على الراجل اللي هناك ده. لا، انت كمان هتشرف معانا يا استاذ عايز انام. انت هشرف معاكم فين؟ اوعى ايدك، انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ هو انا كل ما هاجي اقبض على واحد هيتمطع ويقول لي انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ تطلع مين بقى انت المره دي؟ انا حاجه انا مش عارف، انا مش فاكر انا مين. انا قلت خدوهم. حضرتك انا عايز انام، انا عايز انام. انا بريء. خدوهم. انا بريء. يلا اتفضل يا باشا وانا هحصلك. انت هتهزر معاه. يلا كله اتحرك. سعادة الباشا، انا عايز اعرف حضرتك انا مقبوض عليا ليه؟ اخرس، مش انا اللي اتقال الكلام ده. انا قبضت على اخطر مجرمين في البلد، عبد القماش ومحمد كرع وابو دهشوم والدفاس. تيجي انت فيهم عشان تسالني كده؟ ومع ذلك حضرتك مقبوض عليك يا استاذ لانك بتتعاطى ادويه محظوره ومنتهيه الصلاحيه كمان. صح، اكبر صح يا باشا. اكبر صح ايه؟ اكبر صح ايه؟ انت عايز توديني في داهيه كده؟ ماشي يا كابو، ماشي. بتديني ادويه منتهيه الصلاحيه، انت عايز تموتنا يا كابو؟ ما تصدقوش، الادويه اللي عندي كده هو اللي بيطفش مني الزباين. لا يا راجل، ده واخد جوايز. انت هتنهار وتعترف ولا لا؟ الانكار مش هيفيدك، ما تعملش نفسك مش فاهم حاجه. وانا فعلا حضرتك مش عارف حاجه يعني. ايوه كده، ناس ما بتجيش غير بالعين الحمراء. بص لشكلك في المرايه، ده انت شكلك مدمن قراري. حضرتك انا شكلي كده يعني عشان ما نمتش بقالي فتره. ما كله من الهباب اللي بتتعاطاه. صح يا باشا، كله من الهباب اللي انت بتتعاطاه. حضرتك انا ما بتعاطاش حاجه. بص هم اللي بيتعاطوا حضرتك، انا ما اتعاطيتش حاجه حضرتك. خدوهم. هو كله خدوهم. طب المره دي بقى واحنا جوه القسم هياخدونا يودونا فين يعني؟ التخشيبه يا خفيف. التخشيبه؟ لا كتير بجد، حرام. انا ما نمتش، انا عايز انام. حاضر، عايز انام. يا حبيبي يا ابني، يا ترى انت فين يا اللي كان نفسك في سد الحنك يا حبيبي؟ عادل بقاله 3 ايام مش باين خالص. احنا لازم نتحرك. لازم نتحرك؟ وانت ما بتعرفيش تتحركي الا في جماعه؟ تتحركي لوحدك تروحي تدوري عليه. لا يا حبيبتي، انا كنت مستنيه الفتره القانونيه المسموح بيها انها تعدي، لان اي اسم شرطه ما بيقبلش بلاغات عن المخطوفين الا بعد 40 يوم من الاختطاف. ايه المعلومات القيمه دي؟ انا محتاجه اسقف لك على فكره. 40 يوم ليه واحنا هنعزي فيه؟ اخس عليك يا سناء، ما تفوليش كده على اخوكي. ما انت مش سامعه بتقولي ايه؟ ماما بتخرف في الكلام. البلاغ عن المفقودين بعد 24 ساعه بس. يا حبيبي يا بابا، يا ترى انت فين بقى دلوقتي؟ مين هيجيب لي الكمبيوتر بتاعي الجديد؟ بس فعلا يا جماعه هو كان متغير قوي قبل ما يختفي. ايوه فعلا، عادل ما كانش عارف ينام لان كان عنده ارق. يمكن يكون نايم عند واحد صاحبه. نايم عند مين يا ماما؟ ده ابنك ما حدش يطيقه، ما حدش يطيق صاحبه يعزمه على الغدا. مش يبيته عنده 3 ايام. وانت مش عارفه ابنك ولا ايه؟ يا بنتي ارحمينا، هو احنا ناقصينك؟ احنا فايقين الكلام بتاعك ده. احنا لازم نقوم ندور على عادل. ايوه صح يا رانيا، احنا نقسم نفسنا بقى وندور عليه في الاقسام والمستشفيات والسايبر. برافو عليكي، تدوروا عليه. انا عن نفسي هدخل انام. على فكره ده كان متوقع منك يا بنتي. يلا بينا يا بنتي انت. اخس عليك يا سناء، مش احنا اول نروح ندور على ابننا؟ انت شايفه كده يا ماما؟ طبعا، ما انت لو كنت تهتي كان هيروح يدور عليكي. فعلا يا ماما كان هيدور عليا، ده ولا كان هيسال فيا، ده كان ما هيصدق اغيب عن البيت عشان اخف عدد. بس طالما انت عايزه كده ماشي يا ماما، هنروح ندور عليه. اقعدي يا بنت انت، انا اللي هروح. يلا تقصدي ايه يا رانيا؟ خلاص يلا، الواد تايه. الواد تايه، ان شاء الله ما يرجع. يلا طمنوا يا جماعه، الاستاذ عادل مفيش عليه اي مسؤوليه جنائيه. امال هو حضرتك كان بيعمل ايه عندكم؟ ده كان اشتباه في انه بيتعاطى ادويه محظوره، لكن بعد ما عملنا له تحليل دم اتضح ان جسمه خالي من اي مواد مخدره، وده لان الدواء اللي خده كان منتهي الصلاحيه. طب يا اخويا انتوا حاجزينه ليه؟ احنا مش حاجزينه، احنا مستضيفينه عندنا، انسانيه مننا مش اكتر.
في السجن وانسانيه منكم ازاي؟ يا هانم الاستاذ عادل بقاله 3 ايام نايم في التخشيبه، واضح ان صحته جت عليها. هو كان نايم عندكم كل الوقت ده واحنا عاملين ندور عليه؟ واضح ان حضرتك تبقي المدام. امال الاستاذه تبقى مين؟ انا اخته، هي مراته، هي متجوزه يعني. انا اخته مش متجوزه وقاعده معاه في نفس البيت. مسكين والله يا استاذ عادل، واضح ان عنده مشاكل كتير هي اللي مخلياه مش قادر ينام. طب هو حضرتك هيقعد عندكم لحد امتى؟ ابدا، انا فعلا امرت انهم يجيبوه من التخشيبه عشان يروح معاكم. يا حبيبي يا ابني البيت مضلم من غيره. وحضرتك تبقي مين بقى؟ انا امه ودي اخته وكلنا قاعدين معاه في البيت. وعلى فكره هي مش متجوزه وعايزه تتجوز. والله بقول ايه يا حاجه؟ نعم. الاقيش عندكم اوضه فاضيه؟ ليه؟ استني بس استني ليه؟ اصلي بصراحه من ساعه ما شفتكم نفسي اتفتحت للجواز قوي. قولي يا ماما، قولي قولي عايزه اكمل نص ديني بقى. وانتوا باين عليكم بيت كرم وبتحبوا اللمه. ايوه. لا ايه تخضوش. لا برضه لا ما عندناش اوضه فاضيه وما عندناش خرم ابره حد يقعد فيه. جت عليه يا ماما. خساره، كان نفسي انام عندكم بدل البنسيون اللي الواحد مش عارف ينام فيه خالص ده. ادخل. ايه ده انتوا مين؟ مين؟ انت نسيتني؟ انا امك يا عادل. معلش يا ماما، اصل نايم بقالي بتاع 3 ايام كده ولا حاجه، معلش ما خدش بالي. بصراحه يا استاذ عادل انا بحسدك على الدفء الاسري اللي انت فيه ده. خلاص كفايه كده، تقدر تنصرف مع العائله الكريمه. حضرتك يعني انصرف ايه؟ ما ينفعش انصرف، يعني ما ينفعش حضرتك اقعد هنا عندكم كذا يوم عشان عايز انام لو سمحتوا النبي. بس عليك يا بيبي كده خلاص استغنيت عننا يا حبيبي. ده ايه يا استاذ عادل؟ حد يبقى عنده عيله جميله زي دي وبيت كله ألفة ومحبه ويفضل قاعد هنا؟ حضرتك لو عجباك الحكايه دي قوي حضرتك ممكن نبدل، يعني انا اقعد هنا في الاسم وانت روح البيت اللي كله ألفة ومحبه ده. موكوس وش سجون. شايف حضرتك انا بقول لحضرتك ايه، يبقى الحل بقى ما دام مش عايزني اقعد هنا ممكن تحبسهم كلهم وانا اروح انام براحتي يعني. حضرتك دمك خفيف والله يا استاذ عادل. كفايه هزار بقى لحد كده، خلينا نخلص اجراءات خروجك على خير. حضرتك انا ما بهزرش، انا عايز اقعد هنا لان لقيت راحتي هنا، بعرف انام هنا. حضرتك ما ينفعش، انت فاكرها ايه سبهلله؟ اي حد يخش التخشيبه لازم تكون مرتكب جريمه. سارق سرقه، ضارب حد مثلا. انا لو ضربت حد حضرتك هتدخلني السجن على طول. طبعا. انت فاكره ايه يا ابني سجن بابا كل اللي معدي ياخد شقه مفروشه؟ معلش سامحيني بقى يا سناء. انت عملت ايه يا مجنون؟ ده انت سنتك سودة كده. حضرتك هتدخلني السجن بس كده؟ خدوه من غير ما ياخدوني، انا عارف المكان. باي 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 باي. ايه؟ لا ايه؟ لا ايه؟ انت بتستهبل يالا، سايب شغلك وقاعد بتتكلم في التليفون. وفيها ايه يعني يا استاذ عادل؟ مالك؟ مالي ايه؟ انت مش شايف الفاتوره جايه بكام؟ بكام يعني يا ريس؟ بكام؟ ب 2000 جنيه. 2000 جنيه ادفع فاتوره ب 2000 جنيه ياض. خضتني يا استاذ عادل، وانا اللي فاكره كده هتقول لي حاجه مهمه يعني كده، خليتني اقفل مع خطيبتي حبيبتي. خطيبتك؟ انت ما تكلمش خطيبتك من هنا، انا بقول لك اهو يالا. 5000 جنيه يجوا لي ادفعهم في شهر عشان ايه؟ بتستهبلوا؟ 5000 جنيه؟ انت مش لسه قايل لي 2000 جنيه بس؟ 3000 جنيه يا سيدي تليفون البيت، و2000 جنيه تليفون المحل. المحل معامل له التليفون ده عشان الزباين يطلبوا وانتوا تردوا عليهم وتودوا لهم البضاعه. ما هم ساعات بيرنوا واحنا بنكلمهم. اللي يرن سيبه يرن. التليفون ده من النهارده انا هشغله وهكسب منه كمان. ايه ده؟ ازاي يا استاذ؟ ازاي دي مساله بسيطه جدا. هعمل ان هو كام كابينه بتاع التليفون واجيب كام عده قديمه كده واشغلهم ونكسب بقى. يالا ده هوا، بنبيع هوا زي شركات التليفونات. مش شوف بيكسبوا قد ايه؟ السلام عليكم وعلى عبقريتك يا مرياسه. انا بقلق من عينيك دي يالا، بس ان شاء الله ربنا يعديني منها. بعد كده دي هتكون البدايه، بعدين انتشر بقى واعمل شركه محمول لنفسي، وشركه المحمول دي بقى اعمل فيها فيديو كول ومكالمات مجانيه ومسجات. سلام عليك يا دي عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تكلمني الرقم دي؟ حاضر يا سيدي. بس لا مؤاخذة يعني يا بلدينا، ده مش رقم، ده عنوان.
ايوه ما هو التليفون في العنوان دي. ايوه ما هو انا مش هعرف اكلمه، ما ينفعش اكلم العنوان، يعني لازم رقم التليفون. يا عم انت فلاح، انا مكلمه قبل كده. مكلمه على العنوان ازاي؟ يعني ممكن تكون رحت له كلمته، لكن هكلمه ازاي؟ اقلب الورقه. كده في نمره، ماشي. اتفضل حضرتك كابينه 1 دي. ايوه. ايوه يامي. انا درديري. درديري ابنك الاخراني نمره 3. انا درديري 3. وحشاني ياما قوي، مش هيشني عنك غير اكل العيش، والغربه مره قوي ياما. وحشني اكلك قوي قوي ياما، وحشني قوي. ايه الطبيخ بيولع؟ البيت كله هيولع. روحي طفي ياما، روحي طفي، ربنا معاكي. اوعي تولعي مع الحريقه ياما. مع السلامه مع السلامه. ربنا يكون في العون يا بلدينا، الف سلامه ان شاء الله. ان شاء الله. حسابك كام يا فنديني؟ من ساعه حريقه امك لغايه دلوقتي نص ساعه، يعني 15 جنيه. ده حريقه امي كانت وعره قوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. انا فؤاد العاطفي. حضرتك ما تتكلمش عن نفسك، يعني واضح انك عاطفي من قميصك ده يعني. ميرسي. ممكن حضرتك تطلب لي النمره دي؟ بس لو سمحت بسرعه عشان انا مستعجل، بليز. حاضر، لا من غير بليز ولا حاجه، حاضر اطلبها بسرعه، بليز بليز بليز. حاضر يا ده انت مستعجل جدا. حضرتك روح الكابينه الاولانيه دي. ميرسي. بليز بليز. ايوه حاضر. اطلع انت انا هساعدك. اطلع انت. مش عارف. طب استنى معاك انا اهو. ايوه بالراحه، انا هساعدك. بص ده يعني كابينه انا عاملها مخصوص لكل المقاسات. بص دخول سهل ازاي. الو. ايوه مع حضرتك اهو. حضرتك صوتك حلو قوي يا استاذ. ايوه يا استاذ. انا انت يا اسطى ما يصحش كده. لا مؤاخذه اتفضل، انا بس بحاول اساعدك يعني. اتفضل. معقوله؟ اتفضل حضرتك. الو حبيبتي، ازيك؟ انت ما تعرفش انا تعبت قد ايه عشان اعرف اكلمك. ايوه بس اخيرا سمعت صوتك. قالت لك ايه؟ ايه وحشاني. وحشاني قوي والله. الله يخليك. انتي وانتي ايه؟ قالت لك ايه؟ ما تتفضل معايا. انا اسف. لا اتفضل معانا والله. شويه رومانسيه على ما اسم. تاخد صورتها. حضرتك انا حاولت اساعدك يعني. معقوله. انا اسف جدا، انا اسف. اتفضل. انا اسف. اتفضل. انا بهزر بس على اساس بعمل جو كوميدي مع الزباين يعني. ايوه. اتفضل. ايوه يا حبيبتي، انت عارفه بقى العون كلها علينا وعلى حبنا، ما حدش سايب حد في حاله. يا معتز، ايه جو الرومانسيه والعيال الحبيبه اللي طول الوقت ناطين عندنا هنا اهو في السنترال بتاعي. ايوه فعلا كتروا قوي الحبيبه. وبعدين يا اخي الحب اليومين دول واضح ان هو بقى مسموع، بس مفيش حب مقروء. ايوه يعني زي قراءة فاتحة، كتب كتاب كده يعني. ربنا يكتر من امثالهم يا عادل بيه عشان نشتغل بقى. ايوه نشتغل بقى ونحوش فلوس ونفتري على الناس بقى. انت تعمل شرير ولا ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درديري 3. ازيك يا درديري 3؟ عامل ايه؟ ازيك يا استاذ؟ ممكن تطلب لي العنوان دي؟ العنوان دي؟ ايه؟ حاضر. ارفع. ايوه يا امي، انا درديري ابنك، درديري 3. ايوه ياما وحشاني قوي. انا تعبت ياما، الغربه صعبه مره، انا تعبت خلاص. فاكره ياما
فاكره لما كنت بتحط لي طبق المش والفطير وتقولي لي اطفح؟ فاكره ياما لما كنت بتحطيني على حجرك وتقعدي تفليني لحد ما انام؟ ايام جميله جميله. لا ياما لا، مش هينفع ارجع، مش هينفع ارجع الا لما اكمل مهر نواره عشان اعرف ابوها اني جدير بيها وان اقدر اعيشها في عيشه احسن من اللي هي عايشاها 100 مره. ايوه ياما، ولازم اجيب لها ريسيفر من ابو كامه اللي بيعرض الماتشات المشفره. ماشي ياما، الى اللقاء في ظروف احسن من كده يا امها. مع السلامه، مع السلامه. يا تعالى دردير، اقعد يا دردير، اقعد. ايه يا دردير، انت متغرب بقالك كتير، واضح. بقالك قد ايه؟ ياه، شهرين. شهرين؟ ويا نص ساعة على شهرين؟ شهرين اللي متغربهم عامل ده كله؟ انت ساكن فين يعني؟ يعني بلدكوا ايه؟ ياه بعيد قوي. البدرشين. اسمها البدرشين؟ ده مفيش 5 دقايق ماشي اساسا من الجيزة هنا تقول لي البدرشين. المهم يعني البدرشين دي بتطرح بفلوس، والفلوس دي انا بوفرها عشان جواز نواره. على الميكروباص بتوفر تمن الميكروباص؟ ماشي يا سيدي، وفر يا سيدي عشان نواره. المهم حسابك كام يا استاذ عادل؟ لا يا سيدي، الحساب المرة دي عليا انا، مساهمة مني عشان فرحك على نواره. ايه بتتكلم بجد؟ ايوه. طب انا هكلمها مكالمه تانية عشان ابلغها كلامك ده واقول لها ان انت مش راضي تاخد مني حق المكالمه الاولانيه. يا سلام، تقوم مكلفني مكالمه تانية؟ لا خلاص يلا اتكل على الله. لا ما انا هدفع التانية. لا امال ايه؟ ما انا ما خليتكش تدفع الاولانيه، تدفع التانية. انت شغلك فين؟ انا شغلي هنا جنبنا في اسوان. يلا امشي بعيد، يلا اتكل على الله. يا سلام عليك يا استاذ دوله، طول عمرك معطاء يا حنين. اعمل ايه في قلبي ده يا ابني؟ اعمل ايه في قلبي؟ لازم اساعد الناس. اهلا استاذ فؤاد العاطفي. ايه كميه المناديل دي؟ مالك؟ من فضلك يا استاذ عادل، ممكن تطلب لي النمره دي بليز؟ مش نمره حنان؟ لا انا حفظتها خلاص. وانا كمان. قصدك ايه؟ لا مش قصدي حاجه ولا حاجه يعني، قصدي خلاص انا هو اطلب لك النمره. اتفضل حضرتك، استنى اديك التليفون. انا عارف. اتفضل. ادي يا سيدي. العفو. ايوه يا حنان بليز ما تقفليش السكه بليز. انت ليه مش عايزه تكلميني؟ ها ليه؟ عشان عرفت ان انا تخين، صح؟ انت عرفت ان انا تخين. طب انا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه؟ ده ذنب ماما، هي اللي كانت تاكلني كانها بتحط الاكل جوايا، بتخبيه من الناس اللي في البيت. يا حنان ارجوكي استنى، انت راخر بتعمل ايه؟ حنان ايه؟ ايوه هو عادل ايوه صاحب المحل يا حنان. ايه اديهولك؟ حنان انت فاكراني ايه يا حنان؟ ايه طلعت فاكراك ايه؟ انا عارف فاكراك، خدي اسالها فاكراني ايه؟ انت فاكراه ايه؟ انا عارف. هات بقى يا اخي. ايوه حنان. الو ما تقفليش. حنان معلش يا استاذ فؤاد، معلش. لا خليك اقوى من كده، ما يجراش حاجه يعني. حضرتك انت كنتوا كل الفتره دي ما كنتوش شفتوا بعض؟ لا بس اؤكد لك انها كانت قصه حب ملتهبه لغايه ما فرحتها بالحقيقه يعني، وقلت لها ان انا تخين شويه. يا سلام على الصوابع، تخين شويه. لكن انت السبب. انا السبب ليه؟ انا عملت ايه؟ انت السبب. انا عملت ايه؟ سمعت صوتك في التليفون، واضح انها اعجبت بيك. انا صراحه يعني في كتير بنات بيعجبوا بيا، وخصوصا بصوتي، لان انا صوتي من نوع الجراف كده اهو يعني. بس دي حاجه مش بايدي، وبعدين انا راجل متجوز ومخلف، فطبعا يعني عمري ما هبص لواحده يعني. كلكم غشاشين، كل الرجاله غشاشين. كل الرجاله؟ وانت ايه حضرتك؟ انت بتتكلم باسم حنان ليه يعني؟ حاضر يا عادل، حاضر. ان ما قفلت لك المحل ده، ان ما شمعتهولك بالشمع الاحمر، ما بقاش انا فؤاد العاطفي يا عادل. يلا باي باي. باي باي فؤاد. باي باي. مع السلامه. يا عيني. بس هي برضو اللي غلطانه، ده تخين شويه كده. 5100 و200 و300 و400 و500 5500 جنيه. ده ايراد السنترال المده دي. الحمد لله. احمدك يا رب إذا انت بقيت عندك فلوسات كتير عشان تصرفها علينا. الحمد لله الحمد لله ان ربنا فكها عليك
وفك نحسك. انا مش مصدقه انك مسكت الشغلانه بتجيب فلوس. بقى انت عادل اخويا، انت عادل اخويا، مش مصدقه. حد يقرصني في ركبتي. اهو القر بتاعك ده يا سناء اللي هيخلي مفيش ولا زبون يدخل عندي، وخصوصا بعد ما الواد اللي اسمه فؤاد الحبيب ده اللي طلع عليا اشاعه ان انا بعلق البنات من العيال الحبيبه. انت بتتكلم ازاي يا عادل؟ هي حاسالك كمان تعلق بنات؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، باظت الدنيا خلاص. ايه ده انت كنت فين؟ سمعتيني ازاي؟ سمعتك ازاي؟ بودني يا عادل، بودني. انا ما كنتش بعلق بنات، ده هي مره واحده بس يعني. مرة واحدة بس يا بيه؟ امال انت عايز كام مرة يعني؟ انا مش عايز صراحه يعني، وانا عمري علقت بنات؟ انا مفيش غير اختك اللي لما اتجوزتها دي اول واحده كنت اعرفها في حياتي يعني، ده انا حتى كنتش اعرف ماما يعني. وبعدين انا اعمل ايه اذا كانوا هم البنات اللي بيحبوني؟ اعمل ايه؟ طبعا يا حبيبي لازم يحبوك ويعجبوا بيك. ربنا يخليك يا ماما، ربنا يخليك. بس حقيقي بجد والله يعني غصب عني، ودقيقه مره وعدت وخلاص، مش هيحصل يعني يا رانيا. عادل اعترف، لان المسدس في صرصور ودنك، ولعلمك لو ما اعترفتش بالذوق في الاسم هتتلدع قلم تقول الحقيقه. والله يا رانيا انا ما عملت حاجه، والله انت مش مصدقاني، مش مصدقه جوزك حبيبك. معقوله يا رانيا بعد العشره دي كلها وبعد العمر ده كله وبعد ياسمين بنتنا جايه بعد ده كله تشك فيا انا؟ معقوله يا رانيا؟ خلاص يا عادل، خلاص يا عادل، صعبت عليا، قطعت قلبي. خلاص يا بيبي، بص انا هسامحك بس بشرط يا بيبي، الفلوس اللي انت كسبتها على قلبك قد كده دي، قد كده، تجيب لي بيها هديه بسيطه جدا، كولي الماس، خاتم الماس، ساعه الماس، تاج الماس. دي بسيطه؟ كل دي بسيطه؟ والماس والماس والماس، ده هي المازه واحده منهم، ده الفلوس دي ما تكفيهاش يا ماما. انتوا اي كلام بتقوليه. رد على التليفون، رد يا حبيبي، ده الباب وانت خلاص ما بقتش فرق ما بين التليفون والباب. معلش موضوع السنترال ده اصلي خلى دماغي طول الوقت على التليفونات، يعني تليفون الباب. طيب انا هروح جرس الباب مش تليفون الباب، انا هروح ارد على الباب. حاضر. ايوه استاذ دوله، انت عايز ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا سيدي. عايز ايه؟ الله، مش حضرتك بعت لي اجيب لك فواتير التليفون بتاعت الشهر ده؟ فواتير التليفون، ويوم الامتحان يكرم المرء او يهان. كام يا سيدي؟ لا، احب حضرتك تشوفها بنفسك. مش دي فاتورة البيت. يا رب يا رب يا رب يا رب. فاتورة البيت 100 جنيه. برافو عليكم والله، برافو عليكم. 100 جنيه فعلا اثبتوا ان انتوا تمشوا على السلك ما تلخبطوش. فين يا سيدي الفاتوره بتاعت المحل؟ ودي بقى فاتوره المطعم. انت بتلخبطهم، ما هي واحده. هتبقى اقل، هتبقى اقل ان شاء الله، هتبقى اقل. فاتوره المحل ب20,000 جنيه. ازاي ده؟ مش معقوله لازم نضربه بالنار. يا ناس حرام عليكم، وطوا التلفزيون ده شويه. مش عارفه اصلح الكراسات بتاعتي كده، كل التلامذه هتنجح. الاقي فين ولي امر اهزقه عشان ابنه سقط؟ الاقيه فين ده؟ انا بنجح كل سنه وبتفوق عشان خاطر بابا بس. يا سلام، اشمعنى انا عشان خاطر بابا؟ عشان ما بحبش يا بابا حد يقول لك كلمه ولا يهز كرامتك. يا حبيبتي يا حبيبتي، شطوره يا ياسمين. اخيرا بقى ان في فايداتوس من تعليم ياسمين. طب يا ياسمين ما دام اتعلمتي قومي افتحي الباب يلا. لا، ما انا مش هافق، انا مش من اللي بيتضربوا على قفاهم، انا قفايا ده تكمله للعمود الفقري. انا النهارده لقيت اللي مقتول. اها ايه في ايه؟ خير يا بابا، خير يا مدام سلوى، خير في ايه؟ ازيك يا عادل، ازيك يا مجيد، ازيك يا انعام، أهلا. ازيكم يا اخوانا؟ أهلا. اتفضلوا استريحوا، اتفضلوا. خير، ايه اللي حصل يعني يا استاذه سلوى؟ انت مزعل مدام سلوى في ايه يا بابا؟ ايه، وفي حد يبقى عنده منطعي ويزعلها برضه؟ هو في حد يستجري يزعل منطعي؟ ده اللي يزعلها تكتب اسنانها، ترقش عظمه، تكسره بالشومه اللي تحت السريره. واضح ان حماية اتضرب بالشومه كتير لانه عارف مكانها. خلاص سلوى فقدت هيبتها واسترد السجون والسوابق. طب فهمينا بس يا مدام سلوى ايه اللي حصل يعني، واحنا هنحاول نعمل اي حاجه. ما تقلقيش يعني، ان شاء الله هنلاقي حل لحضرتك. لا يا حبيبتي، ما انتم من ناحيه هتلاقوا لي حل، هتلاقوا لي حل. اوعى عافيه هتلاقوا لي حل، ابيض اسود هتلاقوا لي حل. لينا سؤال يا مدام منطقه، المره دي جايه لنا بانه مصيبه يا مرات ابويا. جرى يا مدرسه، ايه يا معلمه الاجيال، يا بتاعت تختار ما بين القوسين
بسألك تطفحي قصدي تشربي ايه يا مرات ابويا؟ انا شاربه الظل من كعاني، بس ما يمنعش يا اختي اضرب كوبايه نسكافيه بلاك اند وايت. بلاك اند وايت على نفوخك، كان يوم اسود يوم ابويا اتجوزك. البلاك قال ام زيزي عملت جمعيه وطلبت مني ادخل معاها. اعترضت، قلت لها لا يا ام زيزي انت نصابه ولسه خارجه من 3 سنين سجن، وعادتني انها تمشي دغري، ومسكت شخش رغيف مقمر قد كده وحلفت وقطعته على عينيها. طيب كده يبقى عدها العيب. ولا عدها ولا حاجه، دي وقعت فيه واتمرمغت واتطينت. وانتي ايه اللي دخلك اساسا جمعيه مع واحده نصابه وداخله في قضيه 3 سنين؟ بختي، قدري، نصيبي، واسمتي بقى كمان عشان المجموعه تكمل. واسمتي. المهم دخلنا الجمعيه، انا وام شمر وام حميد وام فله وام فرهوده وام قوقه، وبعدين اتفقنا قدام الناس دي كلها عيانا بيانا ان نقبض التالت. طب ما حلو كده، يبقى معاكي شهود يعني. امال ايه؟ الكلام ده كله كان قدام الطقم اللي انا رغيت في اساميهم دول كلهم، وكلهم شهود. طب تخي بيان يعني بوركوا تو فاشيه؟ يعني دلوقتي انت معاكي عندك ممكن تاخدي الحق بتاعك انت، والتلت ده ممكن انت تاخديه عشان انت معاكي مشهدين يعملوا مشاهد معاكي مشاهد دي. مالك يا اختي، انت حاسه بحاجه؟ طالما عندك شهود ممكن ترفعي عليها قضيه وتلبسيها 3 سنين تاني. يا جماعه اسمعوني، انا خلقي ضيق. ما تقولي يا اختي، ما انا جايلك في الكلام. الله، اسمعوا بعدين عقبوا. المهم الجمعيه مشيت زي السكينه في الحلاوه، تمام التمام. ام فرهوده قبضت الاول، وام شمر قبضت التاني، وجا عليا الدور التالت معهاش فلوس. ايه اعلنت افلاسها؟ لا، قال ايه؟ ابو العيال عي واخدت الفلوس راحت جابت له بيها دواء. بصوا بقى اللي جاي بقى، انا عملت اصيله وبنت ناس، ورحت جبت له ايه؟ استفندي وموز بنقطه، اله تجيله نقطه على حباب عينيه، واتفقنا ان يقبض الرابع. كلمة التفاني والتضحية واللامبالاة واللا أنانية والوضوح يا ست المنتعي. اوعي يا اختي تكوني بتشتميني. لا والله أبدا، أقدر جميدة يتقطع لساني من لغاليغه. ده أنا بقول عليكي كلام كويس قوي، ده أنا بتكلم عن انطباعاتك اتجاه الآخرين. خلاص بقى يا حبيبتي، خلاص انسي بقى وخلاص. حبك بورس انت وهي. طيب قولي لي بقى حضرتك كنت هتقبضي كام؟ يا اختي بصي هقول لك، هما 3333 جنيه مصري فقط لا غير. وبقول لك ايه، انا جايه لك عشان انت وابوك تتصرفوا مع الناس البيئه العوق الدون. عادل بيبي بليز بليز ما تمشيش ورا كلام منتعي، لان انا خايفه ان عقلك الباطن يندمج مع عقلك الظاهري وتمشي وراها وتعمل حاجات شريره ووحشه. اعمل ايه بس يا رانيا، اعمل ايه؟ معقوله يعني اسيب بابا يروح لوحده؟ انا برضو لازم اشيل عنه قلمين، شلوتين، بوكسين، اي حاجتين يعني. ما هو انا ما ينفعش ابقى ابنه في السلم وما بقاش ابنه في الحرب. بصراحه ابوك بقى اللي يستاهل، يعني حد قال له يتجوز واحده زي منطيعي دي وبتاعت مشاكل؟ مالها انتي انعام قمره وتجنن وحنينه وطيبه قوي قوي قوي. اخيرا عرفت قيمه ماما دلوقتي. هو لعلمك بابا استبدل جوهره اصليه نادره بعقد فرس وجايبه من المولد، بس هنعمل ايه؟ يستاهل بقى. عادل رانيا خلي بالك من ياسمين ومن ماما، ما تخليش بالك من سناء خالص. ها بيبي ما تقلقش، ياسمين ومامتك في عينيا الاتنين الى ان تعود من ارض المعركه سالما غانما ومعك الغنايم. يا ولا انت اللي شبه الكرة الفوتبول، فين امك؟ خش اندهها لي، خش. كانت مصيبة إله التمرجي ينده عليها في كشف المصابين بانفلونزا الخنازير. ايه يا اخويا، محسسني ان احنا جايين نقرا فاتحة مش ناخد فلوسنا من الناس اللي نصبوا علينا فيها. منطقي، وطي صوتك يا حبيبتي، الحيطان ليها ودان. وبعدين لعلمك انا جايب جاتوه على اساس ان انا ما اخشش بايديا فاضيه، وقلت كمان ان انا ابدا بجاتوه عشان في الاخر ان شاء الله نشرب حاجه ساقعه. ده احنا جايين زياره بقى مش جايين خناقه. بقول لك ايه، انشف
انشف ايه وانت شايفاني مبلول؟ انا اقصد تبقى حمش وجامد، مش خرق زي ابوك. سوسو وسلوى يا حبيبتي، ما تهزقنيش قدام ابني. ها بقول لك ايه، احترم نفسك انت يا واكسني يا مضيع حقي، يا اللي خلتني اروح للي يسوى واللي ما يسواش عشان يجي يجيب لي فلوسي وجمعيتي. حضرتك انا مش هرد على حكايه اللي ما يسواش دي عشان انا عارف ان انت متضايقه، يعني اتفضلي حضرتك ارتاحي. حقك حقك حقك. نعم. حضرتك يعني انا جايب دستة جاتوه 6 قطع حضرتك بمناسبه الجمعيه ان شاء الله. واضح انها ما بتحبش الجاتوه يعني، او عامله دايت. واضح ان الخناقه بدات بدري. اول الضرب ما يبدا بلغ فرار، وبلغ الاسعاف بالمره ان شاء الله. نعم نعم يا سلوى يا منطعي، هو انت كل يوم والتاني تنطيلي؟ ايه ما وراكيش غيري؟ اديني فلوسي يا حبيبتي واوعدك انك مش هتشوفي السحنه دي تاني. فلوس؟ فلوس ايه يا ام فلوس؟ مالكيش فلوس عندي يا حبيبتي وانت عارفه كده كويس. ده اخر كلام عندك يا ابو زيزي؟ ايوه يا اخ اخر كلام. ما تصلوا على النبي يا اخوانا، امال ما صحش كده. يبقى انت كده بقى يا حبيبتي خبطتي على ابليس وفتحتي باب جهنم والبادي اظلم. ياما اوعي يا بنت تكوني فاكره عشان داخلالي بقفصين في ايدك ان انا هخاف منكم. مين القفصين دول؟ انا وانت. يا جماعه يا جماعه، يعني احنا جايين نهدي النفوس واي حد ليه حق هياخده يعني حضرتك. حق ايه ونيلة ايه اللي بتقول عليها؟ انت بتتكلم على ناس محترمين، دول ناس نصابين بيئة بياكلوا حق الناس، عايشين عوالة. لعلمك احنا جايين بقى بنقول يا شر شر. حضرتك انا ما قلتش الشر دي ولا اعرف اقولها اساسا يعني. انا ما فتحتش بقي حضرتك. لا اوعوا تكونوا فاكريني هنا لوحدي، انا معايا جوه عيال كيفة اكل بني ادمين. ولا يا شمندي انت يا واد يا غراب، ولا يا زلومه يا استك، اجمعوا هنا فورا. تحت امرك يا معلمه. الله اكبر الله اكبر. ايه يا حبيبتي الواجهه المشرفه دول؟ اللي ماما دول هم دول يهزوا شعره فينا؟ احنا ما بناكلش من الكلام ده. حضرتك انا باكل من الكلام ده. انا صايم حضرتك. لعلمكم بقى اللي قدامكم ده بطل العالم في الكونغ فو، يعني الكاراتيه، واللي جنبه رشدان بتاع سلاحف النينجا الكبير المدرب بتاعهم. يا حبيبتي دول ياكلوكوا بسنانهم. عارفين السحنه دي مخبيه وراها ايه؟ ايه؟ عارفين مخبيه وراها ايه؟ غيلان شرسه. حضرتك انا ماليش دعوه لا بكاراتيه ولا كونغ فو ولا اي حاجه من دي خالص حضرتك يعني. وانا والنعمه الشريفه ما اعرف مين هو رشدان ده يا استاذ. بس عليكم يا خرعين يا نسوان بشناب، ده انا اللي عايزه اخوفهم منكم وبعمل لكم سفيف الاجرام. لا سفيف حاله والنبي، ابويا ناقص هو ناقص. حضرتك احنا كنا جايين عشان بالنسبه للجمعيه يعني كانت هي مفهمانا ان هي ليها فلوس في الجمعيه، فهي لو ليها فلوس يعني جايين ناخدها بالحسنى، ما لهاش فلوس هنمشي بالحسنى والسلام عليكم ورحمه الله ولا ايه؟ صح. لا بقى البت دي نصابه وملهاش جمعيه وعليها قسطين ما اتدفعوه. ايه ده؟ نصابه واحنا جايين ندافع على نصابه يا بابا؟ معقوله؟ لا 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 احنا ما ندافعش على نصابه. لا ما دام نصابه يبقى الله يتكل على الله. طلعت نصابه يا عم، طلعت نصابه يا عم، طلعت نصابه. سلام عليكم. بعتوني يا واطيين، سبتوني ومشيتم، مفكريني ما اقدرش اقوم بالرابش ده؟ لا يا حبايبي ده انا كلكم بسناني اكل. وانت يا استك تعالى لي يا حنين على الوسط يا استك. الحمد لله اني خلاص دلوقتي مفيش اي منطعيات. ان شاء الله مفيش اي منطعيات. انا مش عارف ايه اللي خلاني اتخبلت في دماغي واتجوزت الجوازه السوداء دي. يا اللي تعمله يا فقي في منطعي تلاقي. ايوه ما كنت قدامك اهو زي الفل، رفضت النعمه برجليك وسبتني. ايوه يا ماما. معلش يا انعام سامحيني يا حبيبتي،
غلطه وندمان عليها. يا عم هاني شاكر، انت هتسبب لماما وانا قاعد ولا ايه يا بابا؟ افتحوا ايديكم تتفتح راسكم، مش قادره. يا بنت اللذينه انت لسه عايشه؟ هي ايه؟ من النوع اللي ما بيموتش. عادل اللي فاتك ما تفتحلهاش بقى، علشان دي ممكن تكون بتخلص في الانفاسات بتاعتها وتيجي تقع علينا هنا وتموت، وبعد كده كل العفريتات بتاعتها تطلع لنا. عفريتات وانفاسات اوعي تقولي كده قدامها. طب يا ابني افتح لها بدل ما تكسر الباب. حاضر يا بابا. هكسر لكم الباب ساعه عشان تفتحي، اللي هتتفتح في دماغك طاقه تاخد فيها 4 غرز يا بعيد. كده تسيبوني وتهربوا يا رجاله يا عرر. تسلم ايد الفنان التشكيلي اللي عمل فيكي كده. ماله يا حبيبي فيا؟ انا فيا زي الفل اهو، مالي فيا ايه؟ ايه ده؟ انا مراتي تتضرب وانا على قيد الحياه؟ يلا بينا ناخد بطارها يا عادل. يلا بينا ايه يلا بينا؟ هي مراتك ولا مراتي يا بابا؟ للاسف مراتي انا. خلاص يلا بيك انت بقى، روح خد طارها انت حر. وبعدين فلوسي جمعيتي. فلوسها وجمعيتها، طب ما تتصرف لها يا بابا. ايه يا سناء؟ انا من رايي انك تبقي ست متحضره ومحترمه وتستغلي القانون مره في حياتك. روحي القسم اعملي محضر بالضرب اللي على خلقتك ده. افهمتيني يا مدرسه، علمتيني يا معلمه، الهي تتوكسي. ليه يا حبيبتي اروح اعمل محضر؟ ليه؟ مالي كتعه فقدت زراعيه، ما هم زي الفل اهم وانا حيه ارزق. صحيح خسرت اول جوله، انما الجولات اللي جايه كتير يا حبيبتي، واروح لهم الناس الدون الزباله الرمم اللي ما يتخيروش عنكم. ما تزرغتش يا مجيده. انت بتلطشي قرد. عايزكوا تركزوا معايا يا انت وهو عشان الغلطه بموتة. انا مركز. وانا مركز يا باشا. وانا مركز. وانا مركز. ما انت ركزت قبل كده، تركز تاني. المهم يا هيمه، هتاخد ايه معاك من الاسلحه؟ انا هاخد مطوه، ولا اقول لك هاخد مطوه. ما هي مطوه، وانت هاخدك بالمطوه دي من اعاده كلامك. وانت يا ميزو هتاخد ايه معاك؟ لا انا مش هاخد حاجه من الحاجات دي، انا خايف. انت خايف ايه يالا؟ انا بقول عايز معايا رجاله، اختار لك سلاح بسرعه. طب انا هاخد سنجه، انا بسمع انها حلوه. حلو، يبقى مطوه وسنجه. وانت هتاخد ايه يا سعداوي؟ انا بقى يا باشا هاخد شاي سكر بره. ماشي، يبقى مطوه سنجه شاي سكر بره. اهم حاجه يا جماعه، احنا مش عايزين نتهز، احنا هنبقى داخلين على الناس وقصدنا خير. بداوا هم بالشر، بس انا عايز ورايا وحوش، عايز رجاله، لان العيال دي عيال خير منفوخين على الفاضي. مش كده بابا؟ مظبوط صح. انت كنت معايا بابا. يعني قول لهم على الواد زلومه اللي انا ضربته وهريته ده، قول لهم. الواد زلومه ده مسكه زله اتضربوا علقه. طب قول لهم انت بقى على استك. ولا استك. استك ده لعلمكم انا اللي مسميه استك. ليه؟ من كتر ما سوقته على قفاه سميته استك. استيكو استكه. طب قول لهم بقى على شمندي اهو ده بقى. ولا شمندي ده. شمندي شمندي ده صراحه يعني ما لحقتش اعلم عليه. المهم عايزكم تبقوا جاهزين، عايز وحوش ورا ظهري. اول ما اقول اذبح هيما قدره يذبح هيما قدره، موت يا ميزو قدره موت يا ميزو قدره. اقول على طول مثلا ايه، اعمل لنا طقم شاي يا سعداوي قدره، تعمل لنا طقم شاي على طول. خلاص اتفقنا يا رجاله؟ اقول لك اجرى بابا تجري على طول. قريره. عرفتوا هتعملوا ايه يا رجاله؟ لا. حلو قوي، يبقى ربنا هيكرمنا اخر كرم. اهلا ازيك يا زقله حبيبي؟ امك فين؟ جوه خش. ما شاء الله، قمر تحس ان امه مهندسه. اهلا وسهلا. يا جنيله، هو احنا مش هنخلص منكم ولا ايه؟ حضرتك يعني احنا جايين النهارده ورافعين رايه الاستسلام، وجايبين شويه حاجات بسيطه كده، تفاح على شويه انت بتاكل الموز يا وبعدين يعني حضرتك المثل بيقول من دخل بيتك جاب الحق عليك. ده بالنسبه للناس المحترمه المؤدبه، مش بالنسبه للناس اللي جايه تشتمنا في بيوتنا. ست هانم، احنا جايين من غير سلوى، يعني جايين عشان نحل المساله المهببه دي. ايوه احسن برضه كده بقى، تقعدوا وتساعدوني في عمايل الغداء ونتكلم واحنا بنقرطف الملوخيه ونقمع الباميه. انا محدش يقرطف الملوخيه
ويخرطها غيري انا طول عمري بعمل الحكايه دي لمراتي. وانت يالا هيما اما عيالا الباميه دي، وانت يا تنقي الرز ده ياض. طب ما اما انا الباميه وميزو ينقي الرز. انا بقول اما هيما يدرى اما هيما يدرى، نقي الرز يا ميزو يدرى، ينقي الرز ميزو يدرى. طب وانا يا باشا اعمل ايه؟ احمل الواد زقله؟ اقول اعمل لنا شاي سعداوي وتعمل لنا شاي سعداوي يدرى. اعمل شاي يا باشا. وحلم حصل. عينيا يا قمر. ما تشرب يا باشا؟ قهوه على الريحه. حاضر يا باشا. وعندك واحد قهوه على الريحه اهو. ده حلم حصل. واحد شاي وصلحه. خد انت زقله تعال معايا. سلوى بقى مراتك ما دفعتش غير قسطين وما دفعتش تاني، يعني يا اخويا بوظت الجمعيه، ازاي بقى عايزيني اقبضها؟ ازاي ده؟ مع انها مفهماني انك انت خدت الاسم بتاعها عشان تجيبي دواء لجوزك وعندها شهود بكده. شهود ايه وجوز ايه؟ انا يا اخويا لا عندي لا جوز ولا فرد، انا جوزي اتكل من زمان. ايه ده جوزك اتكل من زمان؟ يعني معنى كده ان سلوى منطعي مراتك يا بابا ضحكت علينا. طبعا ولطختكوا على قفاكوا ومشيتكوا وراها كده زي المعيز بعود برسيم. البت سلوى دي طول عمرها سماويه وما بتحبش حد. ايوه فعلا طول عمرها سماويه، مش مراتك بس هي سماويه. يلا بينا بابا يلا بينا. يلا. على فين؟ انتوا لازم تقعدوا تتغدوا معايا النهارده. احنا نقعد بقى نتغدى بقى يا بابا. ولا قوم افتح الباب يلا. عينيا. اهلا طنط سلوى. طنط اله تجيلك طنه في ودانك، هي فين اللي ما تتسمى؟ الله حلوه يا رجاله، بتقطفوا الملوخيه وتقمعوا الباميه وتنقوا الرز. دلوقتي حضرتك انت كنت غلطانه، لان الست ام زيزي طلعت ان جوزها ميت وما نصبتش عليك ولا حاجه. يا حبيبي وصدقتها انت على كده؟ دي هي اللي نصابه، الهي موتة تاخدك يا ام زيزي. ايوه يا اختي نصابه، وملكيش حاجه عندي، ملكيش غير علقه زي بتاعت المره اللي فاتت، ولا يا شمندي يا استك يا زلومه يا غراب. هما الاساتذه جايين؟ طب نستأذن احنا بقى نمشي بقى يعني. نمشي احنا بقى يا استاذ دوله، ولا اقول لك احنا نمشي احسن. اللي عايز يمشي يمشي، انا عامله حسابي جايبه حبايبي معايا، فشه كرشه ممبار كوارع. ايه ده المصمت كله جه. يلا بينا. طيب ما دام كلكم اتعرفتوا ببعضيكم ما شاء الله، السلام عليكم. السلام عليكم. يلا بابا يلا بابا. السلام عليكم. يلا. وعندك احلى واحد شاي واحلى واحد حلبه